لكم أيها الإخوة. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، فآمنوا دوما بكتاب الله ولا تؤمنوا بهذه الكتب الصفراء والحمراء والخضراء التي تركها بين هلالين سلفهم الصالح وفرقوا الدين إلى 73 مذهب وفرقة. حلقة اليوم على غاية كبيرة من الأهمية، نوضح لكم حقيقة واضحة أمامكم. قال تعالى بسورة الجن الآية 18: وأن المساجد لله، فالمساجد لله فقط، هذه بيوت الله، فلا تدعوا مع الله أحدا. مع كل الأسف احتلوا بيوت الله، لم يذكروا اسم الله، احتلوا منابر الله في بيوت الله ليحدثوا الناس عن ابن تيمية وابن باز وابن فلان وابن فلان. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلك ممنوع 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 وبشكل قاطع أن يذكر في المساجد أي أحد كان غير الله، والله وحده وحده وحده. فلا تدعوا مع الله أحدا. كلهم احتلوا بيوت الله ولا ينفذوا هذا الأمر. قال تعالى: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اسم الله، وليس ابن تيمية وليس ابن باز وابن كثير وابن فلان. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج 40. واضرب لهم مثلا، تصوروا إنسان ذهب إلى شركة، مثلا شركة سيارات، دخل إلى الشركة وبدأ يحدث هذه الشركة عن شركة سيارات أخرى. هل هذا من الذوق؟ هل هذا من مكارم الأخلاق؟ يا أخي بدك تتحدث عن الشركة عن غيرنا، روح لعندهم. ليه جاي لعنا على شركتنا تتحدثنا عن شركة أخرى؟ هذا على مستوى البشر. المساجد لله، ممنوع أن يذكر في المسجد غير اسم الله تعالى. قال تعالى بسورة النور الآية 36: في بيوت أذن الله. بماذا أذن؟ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. مو يذكر فيها ابن تيمية، يذكر فيها اسمه. لكن السلفيون والإخوان احتلوا بيوت الله ليحدثوا الناس عن غير الله وهم سعداء. يجلس في بيت الله ليحدث عن فلان وفلان وفلان وهو سعيد. أنت كافر تحتل بيوت الله وتخالف أوامر الله. لذلك وإذا ذكر الله وحده 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 اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم يعتقدون أن يوم الحساب ليس القرار الوحيد لله وحده، لا، هنالك شفعاء وهنالك الله. يوم القيامة يوم الحساب تحصيل حاصل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وإذا ذكر الذين من دونه، ابن تيمية وابن فلان، إذا هم يستبشرون. سورة الزمر 45: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. عنده مكتبة ضخمة من الغباء بتصور أمامه وهو سعيد يبتسم بابتسامته البلهاء الصفراء، لكن هذا الكتاب
ما بيهمه أبدا، ما بيهمه يتصور مع هذا الكتاب فقط. إذا ذكر الله وحده يشمئز، إذا ذكر الذين من دونه النووي والغير النووي والفيزياء كذا، وبدافع عنه وبجيب مجلداته وبجيب كتبه وبيعمل مناظرات. إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، والقطيع يتبع وهو أعمى صم بكم عمي. الأصنام والأوثان، الصنم ليس به حياة، وقد قضى الإسلام على عبادة الأصنام فقط. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم 35. الأوثان موجودون في الدين الإسلامي ليل نهار. هذا أبو اللحية وأبو الدقن الطويلة، هذا وثن وثن وثن. أيها القطيع افهم، هذا وثن. هم أشخاص من دون الله، وراء كل واحد قطيع يتبع مذهبه وفكره ويأخذ عنه تعاليم الدين. وبسبب هؤلاء الأوثان تفرق الدين الواحد إلى 73 فرقة. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. العنكبوت 25. وأتباع هؤلاء الأوثان من السلفيين والإخوان احتلوا بيوت الله ليحدثوا الناس عن أوثانهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. البقرة 165. الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. 175 سورة البقرة. أيها السلفيون والإخوان، أنتم اشتريتم الضلالة بالهدى، تركتم الهدى وذهبتم إلى كتب الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. مريم 75. لذلك حسب غبائهم وضلالهم سوف يفرق الله تعالى المسلمين يوم الحساب إلى 73 مذهب وفرقة، تيحاسب كل مذهب حسب تعاليم مذهبه، حسب الوثن اللي وضع له المذهب. كل فرقة أمامها وثنها، ويكون الحساب بحسب فتاوى الوثن. أولا في يوم الحساب والأيام بيننا يطلب الله تعالى من رسوله الكريم طلبين. كيف كان تعاملهم هؤلاء مع كتاب الله؟ سيسأل رسوله الكريم كيف تعاملوا مع كتاب الله. وترى كل أمة جاسية رأسكم بالأرض، كل